السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. طبعا اول حاجة بنبتدي بيها الفيديو بتاعنا كالمعتاد بان احنا بنصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة بفكر نفسي قبل ما افكركم، واوصي نفسي قبل ما اوصيكم، ان احنا ندعو لاهلنا في فلسطين، ان ربنا ينجيهم ينصرهم ويكبر بخاطرهم. نبتدي بقى الفيديو بتاعنا. عايزة اتناقش معاكم في حاجة كده. اوقات بتقابل ناس، الناس دهيت تحس ان هي تقولك فلان جاب وانا ما جبتش، فلان عنده وانا ما عنديش، فلان واخد حظه 24 قيراط في الدنيا. اكيد يعني من ضمن الناس اللي احنا بنقابلها، صح كده؟ حتى لو الناس دي ما بنقابلهاش، لو احنا جات لنا فرصة، مش فرصة، او فترة حسينا ان احنا لا، انا مش واخد حظي من الدنيا 24 قيراط، انا عايزاك تقف عند النقطة ديت وتفكر اللي انت بتقوله ده صح ولا غلط. قبل ما نقعد نتكلم انا عايزاك تبقى واثق ومتأكد مليون في المية ان احنا كلنا الحمد لله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى مدينا حقنا 24 قيراط، ومديها لنا بالتساوي كلنا واخدينها. بس ممكن حاجة اكتر من حاجة في حاجة تانية، بس لو جمعت كل اللي عندك هتلاقيه حظه من الدنيا 24 قيراط. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون رزقك ان انت معافي في جسمك من اي مرض، وناس تانية لا، ده عندها مرض. ناس تانية تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى ستر عليها من كل اخطائها، وان هو لطف بيهم، وان هم انقذهم في اخر لحظة كان ممكن يقعوا في الغلط. ده رزق. ممكن ناس تانية تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى حط محبته في قلوب الناس، ان الناس تشوفه كده زي ما الامهات كده بتدعي لاولادها وتقول لهم يا ربنا يحبب فيك خلقك. ده رزق. ممكن تاني واحد مديله دفء العيلة، اللي هو الاب والام والاخوات وراحة البال. ده رزق. الارزاق كتيرة، يا ريت ما نحصرش الرزق في المال بس. الرزق في الصحة، في الستر، في العيلة الحمد لله. المال ماشي اوكي، بس المال مش ده الرزق الاساسي، ده ربنا بيدينا رزق كتير جدا. فبناء على كده احنا لازم نكون واثقين مليون في المية ان احنا رزقنا مش لازم يكون في فلوس وبس. رزقنا في ستر، في صحة، في راحة بال، في محبة الناس، في ان ربنا بيرزقنا، في ان ربنا بينجينا من ان احنا غلط كنا هنعمله فلا نتراجع عن الخطأ دهوت. في حاجة كنا هنعملها فكانت هتحصل لنا حاجة وحشة فربنا ينجينا منها. حاجات كتير جدا. كل ده رزق، كل ده حاجات حلوة. فأنا عايزاك كده، وبوصي نفسي برضو قبل ما أوصيكم، ما تقارنش نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك. يعني ايه ما قارنش نفسي بغيري؟ يعني ما تبصش لحد في رزقه، ما تبصش لحد في حياته، بص لنفسك. انت امبارح كنت ايه ودلوقتي ايه؟ اشتغلت على نفسك، ولا انت قاعد مجرد بس بتتابع الناس، مين جاب مين راح مين زود نفسه وانت واقف؟ ما انت اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني مش هيديك زي اللي بيتعب وبيسعى والكلام ده كله. فاحنا عايزين نحمد ربنا ونبقى واثقين ومتأكدين ان ربنا سبحانه وتعالى موزع علينا رزقنا 24 قيراط. وبقول لك تاني، ما تقارنش نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك. شوف انا كنت السنة اللي فاتت ايه ودلوقتي ايه، شوف انا كنت في شغلي كنت ازاي ودلوقتي بقيت ازاي، شوف انا كنت ساكن فين وبقيت فين، شوف انا كان معايا ايه ودلوقتي بقى معايا ايه. ربنا سبحانه وتعالى على قد سعينا بيدينا، على قد اجتهادنا بيدينا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك معلش عشان الكحة دي. ربنا سبحانه وتعالى دايما بيقول لك ايه؟ اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. وبوصي الناس اللي هي مخصصة نفسها في انها تتابع الناس في التانية في حياتها، لا، خليكوا في نفسكم، خليكوا في حالكم، اشتغلوا على نفسكم. عشان الناس اللي وصلت لحاجة او جابت حاجة او زودت نفسها او نقلت نفسها لحاجة احسن، الناس دي تعبت، تعبت قوي. ربنا سبحانه وتعالى كافئها على قد تعبها واداها، جزاها، بارك لها، زودها، وهكذا. فبدل ما انتوا بتبصوا على الناس، لا، اشتغلوا على نفسكم واعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى مديكوا حقكوا 24 قيراط.
فبلاش نبص على غيرنا ونحسد غيرنا والكلام ده كله. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، وهستنى تعليقاتكم، وكل واحد كده يقول لي يا ترى في حد في حياته بيبص له في حياته ولا لا، بس بدون ذكر اسماء. هستنى تعليقاتكم، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه بتاعتي اشتركوا في القناه بتاعتي وفعل الجرس، وما تنساش تحط لي اللايك، وشكرا جدا ليكم. سلام عليكم.